عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد ويزينا خويا من المنتخب الوطني التونسي ومشاكل المنتخب التونسي وسامي الطرابلسي والقبيلة اللي معاه، واخترنا منه الموضوع هذاك. نرجع للبطولة التونسية من بوابة الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي قالك ينزل ضيف على الاتحاد العسكري الليبي يوم 6، يوم السبت، في افتتاح ملعبه الجديد. بالك قالك نهار السبت قلت له أي نهار السبت. نهار السبت خويا يمشي لليبيا، فمشي يلعب مع الاتحاد العسكري الليبي هذا، على خاطر هو كما نقولوا باش يستفتح ملعب جديد. واحد اختار خويا فريق كبير، فريق كبير في القارة الإفريقية، هو الترجي الرياضي التونسي. وغصبا عن غصبا عن أنف اللي في البطولة الكل وفي إفريقيا الكل، الترجي هو من أكبر الفرق في إفريقيا، فهمت؟ وهذا من غير منازع. هذا الخبر الأول، فهمت؟ نمشيو على الخبر الآخر. الخبر الآخر هو طبيب الترجي قال لك البليلي يستأنف نشاطه الأول في شهر أبريل، أي تزامنا مع ذهاب نصف نهائي إفريقيا، إذ ترشح فريق باب سويقي يعني في الديمي فينال. فهمت؟ في الإياب إن شاء الله قال لك تلقى البليلي في التيران إن شاء الله، فهمت؟ مع الإكيب، فهمت؟ هذا خويا إذا ترشح بماهر كنزاري خويا بصراحة، فما مانيش عاطيه كونفيونس كبيرة لماهر كنزاري، فما السنة باش يعمل حاجة. فهمت؟ عنده خويا جوارات ترعب، فما جوارات مخليها مع بنك بوزيان خويا. ما فهمتش انا حاجة، مخلي لي شو اسمه بن عليه حطه قبله، والاخر شو اسمه بوشنيبه خالك قبله. واحد بوزيانك التالون تشوفك الباس، وواحد فهمتني. فهمتش انا قالك ما قنعوش في التدريبات ولا شنو يا خويا. كون في التيران يقنع خويا، انا هبطوا المره اللي فاتت شفته مع جدة العمران ولا وقتاش هبطوا خويا، يقنع جوار خويا. جوار باهي خويا، ما يعني ما عندنا ما نقولوا فيه، فهمت؟ يعني سايب جوار يلعب، مش بيك ما الكنزاري خويا. باهي، هكا كنا شفنا على يوسف البليلي، ومازال برشا على يوسف البليلي في الحلقة هذيا خويا. جوار هذايا جوار عالمي، جا للترجي وجا لتونس. أنا ما شفتش، ما نكدبش عليك، جوار أجنبي ما تسماش أجنبي الجزائر، هاي خطوة بحذانا. مي يتسمى جوار أجنبي مادام يتقيد في الإكيب، فهمت؟ جوار أجنبي سي جوار أجنبي. ما ريتش جوار كيما يوسف البليلي دخل للترجي وإلا لتونس، فهمت؟ بالقيمة هذيك وفهمت بالفنيات هذيك، فهمت؟ بصراحة وهذا مش كلامي أنا، فهمت؟ كلام برشا صفحات، فهمت؟ الناس كلها فهمت قلوبها دم على يوسف البليلي. بصراحة كان عاملنا جو كبير في البطولة التونسية ومع الترجي، فهمت؟ هاو يتعارك مع الجماهير، هاو منا يوسف البليلي وحده طلعات، إنسان فنان. وهكا شفنا الأخبار هذيا متاع الطبيب متاع الترجي شقال على يوسف البليلي. هكا كملنا مع الصفحة هذيا، نزيدو نشوفوا صفحة أخرى زاد باش تحكي على يوسف البليلي، باش تشوفوا يعني صفحات كيفاش تيران على يوسف البليلي. اسمع في الصفحة هذيا ايش يحكيو، قالك مقارنة بين دييغو مارادونا وبابلو. يوسف البليلي نعيطولو بابلو لهنا في الترجي. قالك يوجد تشابه في مسيرة الثنائي، وهنا نحكي بعيدا عن كل البعد عن المقارنة والجودة الفنية بين اللاعبين، والمقارنة في الشعبية وفي النجاح مع فريق معين وطريقة لعب كوري. يعني ما نقاونوش في الفنيات طبعا، ما مش كيف كيف. مي قالك بشعبية الجوار وبعمايل الجوار ومنه بريسك هيك، بداو نفس المسيرة. قالك الثنائي لعب كرة قدم من أجل إمتاع الجمهور، صحيح. الزوز كيف كيف. الثنائي نجحوا مع بيئة معينة رغم الجودة الفنية متاعهم، صحيح. دييغو أفضل لاعب في التاريخ اللعبة ورغم المسيرة الكبيرة، لكن النجاح الكبير لدييغو تحقق مع نابولي. كما بلايلي تاع النجاح الكبير، لعب في برشا اكيبات حتى في الجزائر، حتى برا في باستيا في فرنسا، فهمت؟ ونجح كان مع الترجي. وقالها له في آخر وقتها، كي حتى كي سيبته ترجي من 2021 وقتاش رجع للجزائر يلعب، وجدته عروض من الأهلي، وجدته برشا عروض. قال لهم خويا أنا قالوا في أفريقيا ما لعب كان الترجي. من غير الإنسان ما ينساش الفضل. واحد عندي معلومة أخرى، عندي برشا معلومات على يوسف البلايلي، فهمت؟ إذا تحبوا نعمل لكم حلقة كاملة على يوسف البلايلي خويا اكتبوا لي في الكومنتات، ولا نعمل لكم حلقة عالمية تدوخ على يوسف البلايلي، حلقة كاملة مش اللي تخلط. به نرجعوا
يوسف لعب في الجزائر والسعودية وقطر وفرنسا واللي كنت نحكي عليه، لكن النجاح الكبير ليوسف كان في تونس مع الترجي، كنت نحكي فيه توا مازال ما قريتوش. الثنائي يملك عشق كبير من الجماهير الفرق متاعهم، بالطبع الجماهير الترجي تنافس يوسف البليدي، أنا واحد منهم. جمهور نابولي دياغو هو شيء مقدس، ودياغو يملك عشق كبير تجاه نابولي وجمهوره. نفس الشيء جمهور الترجي يعشق يوسف البليلي بدرجة كبيرة، والبليلي يبادل الجمهور بنفس المحبة. مارادونا إفريقيا وربي يشفيك، والله مارادونا إفريقيا هاو. هاو مارادونا خويا. الله أكبر الله. نمشيو لخبر الآخر في الترجي. قالك شكون زعما اللي نجمو ياخذوا بلاصة البليلي؟ ها، يونس راشد، يجيبوا ماهر كنزاري، ما نظنش انا هدايا متاع رابطة الأبطال الإفريقية، ما عندوش، موش تاع شامبيونز ليج. هيثم ضو ريتو جوير، عنده شوية إمكانيات. محمد الموحلي أنا الرأي في هذا من ثلاثة، الرأي محمد الموحلي كان مش باش يجيبوا يوسف المساكني، فهمت؟ نعرفش عليهم أنا، فما صفحات تأكد لي صحيح وفما صفحات تأكد ليه. ما نحبش خويا نحكي حاجة مش متأكدة، فهمت؟ من إدارة الترجي الرياضي التونسي ما نحبش نحكيها، لازم نتأكدوا من هذه أخبار الرياضة الصفحة، فهمت؟ ما نحبش نقول حاجة مانيش متأكد منها، فهمت؟ باهي هكا نشوفوا الخبر هذايا، مازلنا في الحلقة متاعنا. فما خبر آخر قاعد نلوج عليه نلقاه إن شاء الله نزيد نحطه. خبر آخر من إدارة الترجي. إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي تنوي تجديد عقد نجم يوسف البلايلي لموسم إضافي، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته ودعمه الكامل له بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي. الرباط الصليبي هو ليغامون كروازي. نزيدو نشوفو خبير آخر. الخبر الأخراني هو اللي نلوج عليه من بكري، فهمت؟ ما لقيتوش كيما أنا حبيته، اما كمان يلزمكم تكونوا تعلموا بيه اللي يوسف المساكني، فهمت؟ في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي، اللي حسب ما شفت في صفحة من الصفحات اللي لوجت عليها بصراحة ما لقيتهاش، اللي يوسف المساكني طالب 180 مليون، ودار الترجي عطيته 100 مليون، بما قيمة هو يوسف المساكني طالب بما قيمة 60 ألف دولار، يعني بما قيمة 180 مليون تونسية. والترجي قلت له نعطيك 100 مليون، يعني 100 مليون كيما نقولوا ب35، هو طالب 60. فهمت؟ 60 ألف دولار، وهي قالت له نعطيك 35 ألف دولار، يعني عبارة هكاكا، فهمت؟ إن شاء الله خويا، ما نعرفش أنا، ما همش أنا نرى يعني القيمة متاع يوسف المساكني ويوسف البليلي ما همش كيف كيف، كل واحد عنده الخصال متاعو، الزوز لاعبين ما يعني باهين الزوز، فهمت؟ ما نجم انا ما نجمش نقارن بيناتهم، فهمت يعني؟ بما فهمت يوسف البلايدي لاعب، فهمت؟ اسطوره جاي للترجي، ويوسف المساكني زاد اسطوره في المنتخب الوطني التونسي، وحتى كي وين يمشي اموره مريقله، فهمت؟ يوسف المساكني قيمة كبيرة، فهمت؟ ما نجموش، ما نحبش نحط مقارنة بيناتهم، فهمت؟ فنيا، فهمت؟ زوز مهبلة في ريوسهم، زوز من ما فما شيء. اللاعب اللي يظل ينقص كل فريق هو كما نقولوا يوسف المساكني ويوسف البليلي، هما زوز جوارات مفتاح في كل فريق، فهمت؟ يعني إذا يكون يملك كل فريق واحد منهم، فهمت؟ راهو عنده ذاك تسمى سين كلي، فهمت؟ كما كنا نشوف فيه بكري زاد مع المنتخب الوطني التونسي، جوار كلي يدخل يقلبها البارتي، فهمت؟ هكا كانت معنا آخر الأخبار الترجي الرياضي التونسي والأخبار الهدايا، فهمت؟ إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، ومرحبا بكم في قناتكم سبور شو فانتكات. ما تنساوش تشتركوا في القناة وحطوا كيجام، وخلنا تكبر العائلة متاعنا، خاطر راني ما ريت والو لحد الآن، فهمت؟ نتفرج، فما ناس بتفرج، فما ناس شوية تتفرج، لكن اللي زابوني خويا ما ريتش خويا. ان شاء الله تشتركوا معنا في القناة وتشجعونا اكثر وتحفزونا اكثر باش نعملوا فيديوهات اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.